من الصدف الغريبة والمخيفة كانت للدكتور وير ميتشل، ده من أهم دكاترة المخ والأعصاب في أمريكا في أواخر القرن ال19، والقصة دي هو بنفسه اللي كاتبها في 1890 وبالتحديد في الشتاء، وما أقدرش أقول لك بقى الجو كان عامل إزاي وقتها. الدكتور ميتشل كان قاعد في أوضته قدام الدفاية شوية وسمع خبط على الباب. لما فتح لقى بنت صغيرة لابسة شال أحمر وبتترعش من البرد، كانت بتطلب منه وبتترجاه يروح معاها البيت يكشف على أمها، رغم إن الوقت كان متأخر، بس الدكتور ما كانش قدامه حل تاني غير إنه يوافق، خصوصا بعد ما شاف البنت في الحالة دي. المهم إن خد شنطته وخد شنطة الأدوية وراح معاها. لما وصلوا للبيت خبط، فتحت له الأم وحرفيا ما كانتش قادرة تقف على رجلها، وسط الإضاءة الهادية كده قرب من وشها كده اكتشف إن هي كانت بتشتغل عنده زمان. من ضمن الأدوية اللي كانت معاه كان في دواء الأم محتاجاه، ولو كانت استنت للصبح كان حصل لها مضاعفات والدنيا كانت باظت. في التوقيت ده لاحظ الدكتور ان البنت مش موجوده، فسأل امها بنتك فين؟ وكان رد الام مفاجئ، قالت له انا بنتي ماتت من شهر. لما دخل الاوضه اكتشف فعلا لبس البنت اللي كانت لابساه وناشف، معنى كده ان مفيش حد خرج بيه في الشتاء.